الكارت ده من الكروت الاقتصاديه اللي ابتدت ترجع للساحه تاني الفتره اللي فاتت، وده بسبب توافره بكميات كبيره في السوق وسعره اللي بقى قليل. يعتبر منافس لكارت ال 2060 ال 6 جيجا من انفيديا ولكن بنص سعره تقريبا. كارت الار اكس 5600 اكس تي هو كارت بمعماريه الار دي ان اي من اي ام دي، ورغم انه نازل بقاله سنين الا انه هيديك اداء يقفل معاك كل الالعاب على 1080. وفي فيديو النهارده هنركز بالتحديد على تجربه اللعب عليه، والمميز في الكارت ده انه يقدر يشتغل على اي جهاز مهما كان مثلا البروسيسور ضعيف او كده، بسعر حوالي من 120 ل 140 دولار دلوقتي، فده يعتبر صفقه خارقه. وفي نقطه مهمه قوي هنتكلم عليها بخصوص شراء الكارت ده في اخر الفيديو. انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب وخلينا نبدا على طول. الكارت ده نزل في اول سنه 2020، يعني عمره حوالي 3 سنين، بمعماريه الار دي ان اي من جيل ال 5000. الكارت كان موجه لمنافسه ال 2060 ال 6 جيجا، وكان بيتفوق عليه في كتير من الالعاب. نسخه الكارت اللي معايا دي اسمها اسوس تاف جيمنج، تصميمها شكله حلو والكارت حجمه كبير. التبريد بتاعه كويس وموجود فيه 3 مراوح. ظهر الكارت عليه باك بليت من البلاستيك، وموجود ليد صغير بلون ثابت من قدام. بيجي ب3 ديسبلاي بورت، واحد اتش دي ام اي، ومدخل باور 8 بن. والباور ريكومندد للسيستم اللي فيه الكارت ده حوالي 500 واط. علشان كده بقول لك الكارت ده ممكن يشتغل على اي جهاز مهما كان ضعيف او امكانياته ضعيفه. النسخه اللي معايا دي بتيجي بباندويث 336 جيجا، ولكن في نسخه اقل بتيجي ب 288 جيجا، ولكن الفرق بينهم ما يعتبرش كبير يعني. الكارت طبعا بيجي بفي رام بمساحه 6 جيجا من نوع جي دي دي ار 6 مع باص 192 بت. بس هل تفتكر قله الفي رام دي هتكون مشكله في الالعاب؟ هنشوف الكلام ده مع بعض واحنا بنجرب اللعب. النسخه دي مكسوره السرعه من المصنع، بتوصل ل 1750 ميجا على البوست على الكور وعلى الميموري. خلينا بقى نشوف تجربه اللعب الحقيقيه على الكارت ده، وهي اللي هتحكم فعلا عليه. حاولت اختار العاب متنوعه، مش كلها جديده ومش كلها قديمه، علشان يكون في شويه العاب من الفتره اللي الكارت ده نزل فيها. نجيب كوبايه الشاي المتينه بتاعتنا ونلبس السماعه ونبدا. اول لعبه نبدا بيها وهي اتقل لعبه تقريبا في الليسته اللي معايا كلها، وهي سايبر بانك 2077. اكيد انت عارف اللعبه دي قد ايه تقيله وصعبه على اغلب الاجهزه واغلب كروت الشاشه الجديده. زي ما انت شايف اللعبه انا مشغلها على الالترا سيتنجز، شغال على 40 فريم 44 فريم متوسط. وطبعا تجربه اللعبه زي ما انت شايف مقبوله بالنسبه لان انت بتلعب على 44 فريم على كارت زي الكارت اللي معانا ده. خلينا نخبط شويه في الناس وننزل كده نضرب حبه نار بالمسدس. اللعبه دي غشيمه. ده ايه ايه يا عم ده؟ ولكن احنا عندنا تقنيه هنا لو فعلناها موجوده في كروت اي ام دي هتفرق معانا شويه في الاداء، وهي الاف اس ار. ولكن النسخه اللي موجوده في اللعبه عندي هي الاف اس ار 1 بس. هنجرب نشغلها على الكواليتي ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انت شايف في زياده ملحوظه في الفريمات، ولكن في نفس الوقت الشاشه ابتدت تبكسل شويه، وانا كده بلعب على 1080، فاي بكسلات بسيطه هتبان عندي وهتبقى مضايقاني. تاني لعبه معانا هي جاتا حصان او المعروفه باسم ريد ديد. احنا ممكن ما نكونش في اكتر مكان في الخريطه متطلب، ولكن يعني موجود حوالينا حاجات ياما، موجود تلج وميه وحاجات بتتحرك، فبرضه ممكن نقيس عليه الاداء كويس ولا لا. زي ما انت شايف اللعبه شغاله على حوالي تحت ال 40 فريم او على ال 40 فريم تقريبا. هي دلوقتي هتعلى شويه عشان بس احنا كنا معديين عند الميه. بالنسبه لي انا على فكره انا كنت قللت الاعداد شويه، خليتها على هاي سيتنجز بعد ما كانت على الالترا، علشان اللعبه كانت شغاله تحت ال 40 فريم طول الوقت. ولكن دلوقتي هي شغاله ما بين ال 40 وال 50. وبصراحه عايز اقول لك ان دي تجربه لعب بالنسبه لي كويسه. يعني انا بالذات في العاب الستوري دي مش بتبقى محتاج اصلا اكتر من ان اللعبه بس تبقى شغاله قدامك كويس سلسه ما فيهاش دروبات جامده وهكذا. انما مش محتاج اسلس تجربه ممكنه، ولا انت محتاج اعلى فريمات ممكنه. انت بس يعني بتبقى محتاج انت تستمتع بالجرافيك وكده. يعني انا بالنسبه لي العاب زي دي بعلي الجرافيك في مقابل ان انا اخد فريمات اقل. انا عايز اقول لك ان انا اول مره قفلت اللعبه دي ختمت اللعبه دي كانت على جهاز بامكانيات اقل من كده، وكانت اللعبه شغاله تحت ال 40 فريم طول الوقت. ورغم كده انا ما كنتش شاغل بالي برقم الفريمات، وكنت مستمتع جدا باللعبه. وبس بالنسبه لي كانت اللعبه حلوه. يعني انا عايز اقول لك اصلا ان الجرافيك اللي في اللعبه دي جامد قوي، وانا يعني المنظر والصوره عموما ممتعه بصريا لابعد الحدود. لو هتلاحظ فهتلاقي الكارت شغال على ما بين 120 ل 130 واط، والمروحه شغاله على 40%. انا تقريبا مش سامعها خالص، حتى لما بتشيل السماعه من على ودنك انت يعني هي لو المروحه ليها صوت انت هتسمعه في المايك وانا بتكلم. واللعبه سحبه اقل من 6 جيجا من الفي رام، حاجه بسيطه. وهنا يبدا يبان مشاكل الفي رام، لان انت اخرك ان انت تلعب اللعبه دي بالاعداد دي على كارت شبه ده على 1080. ما تقدرش تعلى بريزولوشن ابدا بعد كده. درجه حراره الكارت برده ثابته تحت ال 70 على 68 69، ودي درجه حراره ممتازه يعني. شادو اوف ذا توم برايدر من الالعاب اللي لازم تكون موجوده في اي تيست بنش، مش عارف ليه بصراحه. بس بصراحه اللعبه دي رسوماتها جميله قوي. يعني زي ما انت شايف اللعبه شغاله على متوسط فوق ال 100 فريم مرتاح، حتى ال 1% لو مش قليل قوي. اللعبه ساحبه حوالي 5.25 جيجا من الفي رام. بصراحه الصوره روعه يعني بصراحه.
ما زلت لحد دلوقتي برضه مش مقتنع ان ده اداء كارت في الفئه السعريه دي، يعني انا ما زلت لحد دلوقتي مش مقتنع ان الكارت ده المفروض ان هو قليل، يعني هو قليل وكارت قديم ويعتبر ضعيف، بصراحه منبهر من الاداء بتاعه يعني. لو تلاحظ برضه هتلاقي هنا الضغط على الكارت اقل شويه من اللعب اللي فاتت، الكارت مش طول الوقت ثابت على 98 99%، بيقل شويه ساعات، حتى استهلاك الطاقه بتاعه اقل. بس خلينا نشوف بقى اللعبه اللي بعديها. نسيت اقول لك ان شادوز توم برايدر كانت شغاله على الالترا سيتنجز، اعلى حاجه في كل حاجه. مافيا الجزء الاخير بصراحه من اجمل العاب القصه اللي انا لعبتها الفتره اللي فاتت. الجرافيك فيها حلو قوي وواقعي، وتحس ان هو متعوب عليه كده، مش مجرد جرافيك وخلاص شبه ما بيحط في الالعاب التانية. يعني جرافيك شكله حلو ومش متطلب قوي على الاجهزه. اللعبه زي ما انت شايف شغاله حوالين 90 فريم ثابت، طبعا ده فوق الممتاز، ولكن المشكله اللي انا لاحظتها في اللعبه دي ان ساعات بيبقى فيه دروب فريم، ساعات بيبقى فيه في المشاهد اللي بتبقى بالليل اللي فيها ضرب نار وحاجات بتتحرك بسرعه وكده. ولكن بصراحه جرافيك اللعبه دي زي ما انت شايف قدامك، يعني انت المفروض ان انت شايف، مش محتاج اتكلم يعني. خلينا بقى نشوف اللعبه اللي بعدها. بصراحه رخم قوي حوار ان الكاميرا تفصل شحن ده. باتل فيلد في من الالعاب اللي تعتبر قديمه، ولكن انا حبيت في الليسته دي يكون في ميكس بين الالعاب القديمه والالعاب الجديده، علشان الكارت ده برضو يعتبر نازل بقاله فتره، يعني هو مش كارت جديد، هو نازل كان الالعاب دي ساعتها لسه جديده. بالمناسبه باتل فيلد في فيها فريم ليميتر، يعني قافل على ال 200 فريم، فلو لقيت اللعبه ثابته على 200 فريم فافهم ان هو كده اخر اللعبه يعني. السيتنجز هنا كلها على الترا سيتنجز، وبصراحه المنظر قدامي جامد قوي، يعني انا شايف اللعبه احلى جرافيك ممكن تلعب عليه. ثابته برضو على 110 فريم، بس زي ما قلنا دي برضو تعتبر لعبه قديمه شويه يعني. ولكن لو تلاحظ هتلاقيها سحبه من الكارت برضو حوالي 6 جيجا، قريبه من يعني مقربه ان هي تقفل 6 جيجا بتاعت الكارت، ودرجه الحراره في المعقول برضو، يعني الكارت مش سخن ولا حاجه، الكارت عادي وملوش صوت. انا فاكر اللقطه دي اول مره شفتها ما انبهرت كده، مش عارف ليه. لعبه برضو ما ينفعش نعدي اي تيست من غيرها، وهي سبايدر مان ريماستر. اللعبه شغاله على الفيري هاي سيتنجز، ثابته على ال 60 فريم زي ما انت شايف، ومفيش دروبات جامده برضو، ودي تعتبر احسن تجربه بصريه في اللعبه يعني. نفس الكلام لو بصيت على درجات الحراره وسرعات الكارت هتلاقيها ثابته زي ما هي في الالعاب التانية. اللعبه دي سحبه اقل شويه في الفي رام. لو تلاحظ هتلاقي اللعبه سحبه حوالي 15.5 جيجا من الرامات بتاعه الجهاز، وعشان كده احنا كنا بنتكلم في دروب فريم حصل دلوقتي. هي بقى دي يعني دي المشكله اللي انا لاحظتها مع الكارت ده، يعني دي اكتر مشكله قابلتها، وهي مشكله الدروب فريم. هي مش بتتكرر كتير ولكن بتحصل زي ما انت شايف كده، ولكن ده يعتبر عادي برضه. وور ثاندر من الالعاب اللي انا بحبها وتمثل في التيست بتاعنا ده الالعاب الكومباتيتيف اللي انت بتحتاج فيها فريمات عاليه. اللعبه انا مشغلها على ميديم سيتنجز، وزي ما انت شايف مدياني 176 180 فريم متوسط، وطبعا 1% لو برضه مش قليل قوي 180 ولا حاجه يعني. النوعيه دي من الالعاب غالبا بيكون فيها الجرافيك قليل وبتبقى قادره تشتغل على اي جهاز، ولكن اللعبه دي فيها شويه جرافيك، يعني اللعبه دي تقيله شويه متطلبه شويه على الاجهزه، وعلشان كده انا مشغلها على ميديم سيتنجز. بس زي ما انت شايف اللعبه قابله للعب تماما، يعني مش سحبه كتير برضو من الفي رام، فالكارت هنا ال6 جيجا بتاعته مش هتاثر معانا في اي حاجه. مش عارف برضو انت لاحظت الدروب فريم اللي حصل من ثانيه ده ولا لا؟ عايزين نموت الراجل ده. بصراحه اللعبه دي ممتعه قوي، في ناس كتير قوي ما تعرفهاش، فلو انت ما لعبتهاش قبل كده جرب تنزلها وتلعبها. ولكن احنا اللي يهمنا دلوقتي الاداء. زي ما انت شايف الاداء بتاع اللعبه ثابت على 200 فريم تقريبا، ما فيهاش اي مشاكل، واللعبه شغاله معانا زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. طبعا عشان ما نحرقش كتير خلينا نخش على اخر لعبه معانا. وبالمناسبه قبل ما ننقل على اخر لعبه انا عايز اقول لك ان انا جربت سي اس جو برضو على الكارت ده، وكانت برضو يعني ضربه في سقف ال 300 فريم طول الوقت يعني، ما وكنت مشغلها كمان على الهاي سيتنجز، فما تقلقش خالص من اي نوع من الالعاب الكومبتيتيف مع كارت شبه ده. فالورانت، سي اس جو، اللعب دي كلها هتشتغل معاك كويس قوي. اخر لعبه معانا هي فورزا، للناس اللي بتهوى العاب العربيات، فورزا 5. اللعبه معموله على الاكستريم سيتنجز، بس زي ما انت هتشوف دلوقتي هيطلع لك رساله بيقول لك لو فيديو ميموري، لان ال6 جيجا مش كافيه ان انت تشغل اللعبه دي على اعلى اعدادات. يعني لو لاحظت هتلاقي ان ال6 جيجا بتاعت الكارت مليانه على اخرها، ولكن مش مشكله، انا جربت العب بالشكل ده ويعني ما كانش بيحصل دروبات كتير، وفريمات نوعا ما كانت ثابته. خلينا نشوف مع بعض هيكون ايه اداء اللعبه واحنا شغالين على الفريمات دي. على فكره انت ممكن تعمل كسر سرعه من جوه السوفت وير بتاع اي ام دي، وانا كنت عامل كسر سرعه وكان مديني دفعه كويسه قوي في الاداء، يعني ممكن اكتر من 10%، حوالي 15%، وكسر سرعه يعني اوتوماتيك، انت بس بتدوس على الزر وهو بيتعمل لوحده. ولكن زي ما انت شايف اللعبه على الاكستريم سيتنجز شغاله كويس، مش كويس قوي يعني. هي لعبه زي دي انت بتكون محتاج فيها فريمات اكتر ومش عايز يكون فيها دروبات شبه زي ما انت شايف كده 1% لو 16 فريم. هي تعتبر شغاله، يعني هي شغاله كويس. لو انت قللت الجرافيكس شويه او عملت كسر سرعه من خلال البرنامج بتاع اي ام دي زي ما انا قلت، هتاخد تجربه احسن من كده بكتير.
برضو للعلم انا برضو بسجل الصوره بالبرنامج بتاع اي ام دي من جوه السوفت وير بتاع اي ام دي، فده طبيعي يكون برضو متقل على الكارت شويه. لما كنت بلعب من غير ما اسجل صوره وكنت عامل كاس صوره على الكارت، كانت يعني كان في مكان زي ده مثلا باخد من اللعبه حوالي 40 50 فريم مثلا. بس كده احنا خلصنا تجربه الالعاب كلها على الكارت وشفنا اداء الكارت في الالعاب عامل ازاي. تعالى بقى نكمل الفيديو بتاعنا. زي ما انت شفت اداء الكارت كويس جدا على اغلب الالعاب على الفول اتش دي. الكارت ممكن يتعمل له كسر سرعه من خلال السوفت وير بتاع اي ام دي بتكه زرار حرفيا. انا لما كنت بصور ما كنتش عامل كسر السرعه ده، ولكن هو هيفرق معاك من 5 ل 10 فريم في كل لعبه، والحراره مش هتزيد ولا يحصل اي حاجه. بالنسبه للحراره فانا سبت الكارت على 4 مارك حوالي ساعه كامله علشان اشوف هيحصل له ايه، وطبعا يعني ده يعتبر وقت طويل، بس انا كنت عايز اجيب اخر الكارت. اقصى حراره وصل لها كانت 76 على سرعه مراوح 50%، ولما عدلت كيرف المراوح بنفسي الحراره نزلت ل 70 درجه بس. طبعا دي درجات حراره ممتازه على كارت مستعمل، لانه خلال اللعب كان طول الوقت في الستينات. تجربه الكارت في المونتاج ما كانتش اسلس حاجه. جربت ارندر نفس الفيديو على الكارت بتاعي اللي هو ال 3060 وعلى الكارت ده، وكان الفرق زي ما انت شايف. ونفس الكلام جربت اعمل اكسبورت لصور كتير على لايت روم على الكارت ده وعلى الكارت ال 3060 بتاعي برضو. انا عارف ان الكارت مش بيأثر جامد في الموضوع ده، بس برضه حبيت اشوف اداء الجهاز بشكل عام هيبقى عامل ازاي. عموما دي مش مقارنه بينه وبين ال 3060، ولكن ده بيوضح لك ان في فرق ما بين كروت اي ام دي وانفيديا في موضوع المونتاج والريندر. وعموما كروت اي ام دي القديمه مش احسن حاجه لشغل المونتاج والريندر. بالنسبه للكارت في اغلب الكروت دي بتكون تعدين، وصعب قوي ان انت تلاقي كارت سليم استخدام شخصي، وطبعا الكارت دلوقتي مش موجود جديد. بالنسبه بقى لموضوع التعدين فالناس بتخاف منه بشكل مبالغ فيه. مش معنى ان الكارت متعدم بيه يبقى بايظ، مبدئيا انت مستحيل اصلا تتاكد هل الكارت ده كان متعدم بيه ولا لا، بس تقدر تفحص حالته الظاهريه تشوف فيه اي حاجات مصديه، اي حروق، اي حاجه لونها متغير، وطبعا تعمل تيست للكارت وتحطه تحت اقصى ضغط ممكن لاطول فتره ممكنه. حاول تخليه يسخن بالقصد لاطول فتره وشوفه هيفصل ولا لا. اغلب الكروت دي درجه حرارتها الطبيعيه بتكون تحت ال 80 وهي مضغوطه، ولو جربت الكارت بالطريقه دي واشتغل معاك فساعتها الكارت ان شاء الله يكون سليم وهيعيش معاك فتره طويله. انا شايف ان ده احسن صفقه ممكنه دلوقتي، خصوصا في مصر مع ارتفاع الاسعار. بيتباع عندنا دلوقتي في سوق المستعمل من 6 ل 7000 جنيه. مراجعه الكارت اللي جاي واللي بعده هتكون فئات اعلى من ده شويه صغيرين، فاشترك عشان تشوف الفيديوهات بتاعتهم. كمان الفيديو اللي جاي هيكون تجربه شراء كارت من الكروت دي من على علي اكسبريس، ونشوف الرحله مع بعض كلها عامله ازاي من الاول للاخر. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في الكومنتات وانا هرد عليه. كان معاكم يوسف، اشوف الشغل على خير، مع السلامه.